لو كل ما الدراسة تقرب تحسي انك مش عارفة تبدأي منين، نومك خربان، روتينك اتلخبط، ومجرد فكرة انك ترجعي للمذاكرة خليكي حاسة انك مش مستعدة، فالفيديو ده معمول علشانك. بس المرة دي مش هقولك نظمي وقتك وذاكري واصحي بدري خلاص، لان الاستعداد للدراسة مش مجرد انك تشتري ادوات جديدة او تعملي جدول شكله حلو. في الفيديو ده هنرجع نرتب حياتك من الصفر، نومك وروتينك ومذاكرتك وتركيزك وحتى طريقة تفكيرك، عشان تدخلي أول يوم دراسة وانتي حاسة انك جاهزة فعلا، مش بتحاولي تلحقي نفسك. فإذا كنتي بتحبي تطوير الذات وأي حاجة متعلقة بتطوير الذات تابعيني عشان محتوى يفيدك. خلونا نبدأ في الفيديو من غير مقدمات كتيرة. لما تهيئي عقلك للدراسة ده معناه انك تفهمي عقلك انه الفترة اللي جاية دي هتبقى فترة مختلفة شوية، ويختلف فيها بعض افعالك اللي كنتي بتعمليها في الاجازة. كنتي بتسهري مثلا في الاجازة، دي حاجة مش هنعرف نعملها في الدراسة. كنتي بتقعدي على الموبايل لفترة طويلة، دي برضو حاجة مش هنعرف نعملها في الدراسة ولكن هنقللها. فأنا عايزاكي تشوفي ايه الحاجات اللي هتبطلي أو تقللي تعمليها في الدراسة، وتكوني عارفة بده وواعية بده، عشان لما تبدأي الدراسة عقلك ما يتصدمش وما يحسش انها حاجة جديدة ويبقى عليه ضغط. لا، تكوني عارفة اوريدي ان ده هيحصل. يعني ايه ما تبدأيش بداية الحماس يا جنى؟ يعني مش من اول يوم تذاكري 5 ساعات، مش من اول يوم تمسكي الموبايل ساعة واحدة بس، مش من اول يوم تصحي 5 الصبح. انا عارفة كويس قوي ان بيجيلك حماس جامد للبدايات الجديدة، خصوصا اننا طالعين من اجازة ما ذاكرناش بقالنا مدة كبيرة، ولكن اهم حاجة الاستمرارية مش الكم ابدا. وخليكي حاطة في بالك ده كويس قوي، الكم مش شغلانتنا هي الاستمرارية والانضباط. ففي الاول حددي مثلا في اول الشهر تذاكري 2 ساعة او 1.5 ساعة في اليوم، لو ده هيبقى صعب عليكي. دي فرصتك بدنك لسه في أول السنة. حددي نقاط ضعفك في المواد وحاولي تديلها الجزء الأكبر وتركزي أكتر في الدروس. نفترض مثلا أن نقاط ضعفك هي الفيزياء والعربي، خلاص أنا مثلا ولنفترض هذاكر 2 ساعات، يبقى 40 دقيقة انجلش و1 ساعة و20 دقيقة فيزياء، وابدأي قسميها أكتر لمثلا 1 ساعة مذاكرة أو تحضري درس معين و20 دقيقة حل. اتفقنا إننا بنقلل الوقت في الأول وبنبدأ نزوده بالتدريج عشان نحافظ على الاستمرارية. العربي برضو نفس الكلام. انتي مش رايحة جهنم، فما تقوليش بقى انه خلاص ما عدتش هلعب، خلاص رجعت للتعب تاني، خلاص امتى الاجازة تيجي تاني، خلاص مش هعرف اخرج مع صحابي من تاني. انتي هتعملي كل ده عادي، ولكن بحدود مش اكتر. هو صح مش نفس الاجازة بالظبط، ولكن استمتعي بالرحلة، استمتعي بالسنة دي. حتى لو بتتعبي، حتى لو بتبذلي مجهود، ما تخليش الضغط يسرق منك اللحظات دي ويسرق منك الاستمتاع ومتعة المذاكرة. حتى لو كنتي مراكمة وبتلمي اللي وراكي، استمتعي بالوقت ده. صدقيني هتبصي للذكريات دي وهتشوفيها حاجة حلوة. فبما انك هتتحطي في الامر الواقع وهتذاكري، فليه ما تخليهاش حاجة حلوة تستمتعي بيها وتحسني علاقتك معاها؟ فكري معايا كده، لو في حد معين مضطرة انك تتعايشي معاه لفترة معينة، انتي هتضطري تصاحبيه وتكلميه وتحبيه. نفس الكلام مع المذاكرة والدراسة. اقعدي مع نفسك واعملي مراجعة للسنة اللي فاتت، مش للدرجات بس لكن لطريقة حياتك كلها ولطريقة مذاكرتك. ايه اكتر حاجة عطلتك السنة اللي فاتت؟ ايه عادة او تصرف خليكي تندمي؟ ايه الحاجة اللي عملتيها وفعلا فخورة بنفسك وسببها؟ ايه الحاجة الوحيدة اللي لو غيرتيها السنة دي هتفرق معاكي جدا؟ وبعدين ابدأي قسمي اجاباتك ل3 اقسام: حاجات هتكملي عليها، حاجات لازم تبطليها، وحاجات هتبدأيها. بكده انتي وضحتي الصورة قدامك وقدام نفسك، وعارفة بالظبط الخطة اللي انتي هتمشي عليها. دي ممكن اهم نقطة في الفيديو كله. عشان ما اكدبش عليكي، في الاجازة نومي كان متلخبط قوي. مرة كنت بنام 10 بالليل، مرة تانية كنت بنام 2 او حتى 4 الفجر. حاولت مرات كتيرة قوي
أنام 10 بالليل أو 9، ولكن انتهى بي الموضوع اني بفضل صاحية على السرير لغاية 3 وبنام. فمنصحكيش أول ما تنامي بدري قوي كده. يعني مثلا لو كنتي بتنامي 4 الفجر، فمنصحكيش ان انتي مرة واحدة تنامي 10 أو 11 أو حتى 12. نامي قبلها بساعة. لو كنتي بتنامي 4 نامي 3، وبعدين اليوم اللي بعده قللي ساعة، وهكذا. وفي آخر الفيديو افتكري دايما ان الدراسة مش محتاجة منك تكوني مثالية او تكوني بيرفكت، بس محتاجة منك تكوني مستعدة ومنضبطة. ابدأي دايما في كل حاجة بالتدريج بعيدا عن الدراسة حتى. وأتمنى تكوني استفدتي من الفيديو بإذن الله. هعمل فيديو برضو لثانوية عامة أو توجيهي أو بكالوريا على حسب ما بتسموه في بلدكم قريب بإذن الله. Thank you so much for watching، وأشوفك في الفيديو الجاي.